العاب زمان بقى يعني المراجيح، كان في ساحه كده لازم يبقى فيها مراجيح. مراجيح ما بقتش زي زمان، يعني كان زمان على طول في الاحياء الشعبيه لازم تلاقي المراجيح دي اساسيه. دلوقتي الاجيال اللي طالعه يعني موضوع المراجيح ده بالنسبه لها شيء عادي. لعبه البلي دي كنت فاشل فيها جدا، يعني كنت دايما انزل بالبلي اخسره واطلع معايا لامي. المسدس الساقية ده اللي كانت بتركب له الطلق وتقعد تضرب بيه، ده كان اختراع بالنسبه لنا، يعني كنا بنحبه جدا. نزل بعده بقى كان احدث صيحه كان مسدس الخرز. طبعا البومب والصواريخ ده كان شيء اساسي في العيد، يعني العيد ورمضان طبعا. اللعبه بتاعت النشان ديت عمر ما حد كان بيكسب فيها طبعا. دي ازياء زمان كانت لطيفه كده وخفيفه، والله كانت جميله كده ورقيقه. اغنيه رسميه للعيد، يعني العيد فرحه بتاعت الفنانه صفاء ابو السعود. طبعا اغنيه ام كلثوم يا ليله العيد لما كبرنا بقى حسينا طعمها اكتر. شايفين يعني بقى العيد زمان كان فيه روح شويه ازاي عن دلوقتي. الاجيال دلوقتي فرحه العيد بالنسبه لها مختلفه شويه، ان هم يقضوه في البلاي ستيشن، ان هم يقضوا اول يوم نوم. واعتقد الاجيال الجديده دلوقتي فاتها فرحه العيد بتاعت زمان دي.